أهلا ومرحبا بكم في تاريخ مصر. هتكلم النهاردة عن الزواج في مصر القديمة أو في عصور الأسرات بمعنى أصح. هنتكلم النهاردة عن الزواج وتكوين الأسرة وأهميته عند المصري القديم. هل الزواج اختلف في مصر دلوقتي عن ما كان عليه زمان؟ أكيد لأ، لأن المصري كان بيحافظ على عاداته وتقاليده باستمرار الأجيال مع اختلاف الأزمنة والأوقات. النهاردة هنتكلم الناحية الاجتماعية. الزواج عند المصري القديم كان علاقة روحية وتمازج نفسي وتعاطفي، زي ما احنا بنقول وجعلنا بينكم مودة ورحمة. هو علاقة شرعية تعلو وتسمو على غير الشرعية البغيضة، لأن المصري كان بيكره العلاقات الغير الشرعية والتي ينفر منها المجتمع ولا تحظى باحتراما وتقديرا. والزواج بالإضافة إلى ذلك تبعات وتكاليف والتزامات متبادلة ومشتركة بين الزوج والزوجة، دي بيحدد العلاقة بين الزوجين وحقوق كل منهم وواجباته. بالإضافة إلى إن هو كل واحد بيعرف هيعمل إيه أو مطلوب منه إيه في الزواج بشكل عام. فهنيجي إن احنا نعرف من الآثار المصرية القديمة كان في حاجات كتير بتتكلم عن بتتكلم عن أخلاق وعادات وتقاليد المصري في الزواج، أو بمعنى أصح كيفية المعاملة أو الحاجات اللي كان بيقولها المصري وينصح بيه أبنائه أو إخواته أو النصائح العامة. هنيجي لأول حاجة احنا كنا بنشوفها ويعني يعتبر درجة، بمعنى أصح إن احنا كنا بنشوف على طول الزوجة في مقبرة زوجها، وكمان سواء بيقدمها الزهور أو بتاكل معاه في مائدة القرابين أو إلى ذلك الاحتضان بتاع التماثيل. ودوت كان بيظهر كتير في الملوك وبرضه في الأسر، اللي هو الطبقة الوسطى اللي احنا بنقول عليها اللي هو الوزراء والحكماء وحكام الأقاليم والكهنة. فكنا بنشوف دوت، وكمان بنشوفه في حقول الإيار. كانت الزوجة كانت برضو بتتبع زوجها في الجنة برضو، يعني مش بتسيبه في الجنة. هنشوف ان احنا المصري القديم كان حرصه على الزواج وان هو اختيار الزوجة. فكان بيقول هنخش اول حاجة هنقول ان كان الدولة القديمة المعروف عن النصائح بتاع حتب كان بيقول ان كنت عاقل فأسس لنفسك بيت، اللي هو يعني تزوج. برضو حور ضادف كان متفق معاه بينصح برضو ابنه بنفس النصيحة. هنيجي بقى للدولة الحديثة مع آني اللي هو الحاكم آني. كان بيوصي ابنه ويوصيه بالزواج والتبكير. قال له اتخذ لنفسك زوجة وأنت شاب لترزق منها بولد. وبيقول لي ده تاني، ثم يقول ثم إذا ولدته لك ولدته يعني لك في شبابك فعلمه ليكون نافعا، فما أسعد الرجل الذي يكثر أهله ويحترم من أجل أولاده. يعني بيقولك لو هي ولدت لك في عز شبابك يعني وانت لسه صغير فعلمه ليكن نافعا. وما أسعد الرجل اللي معاه أولاد كتير، لأنه كانوا بيتباهوا بالأولاد. وفي بردية أخرى من العصر نفسه فيها أب بينصح برضه ابنه بالزواج. هنيجي بقى العصر المتأخر والحاكم أو الحكيم عنخ شاشنقي بيقول لابنه بيقول له ابنه اتخذ لنفسك زوجة وأنت في سن العشرين لترزق بأولاد في شبابك. يعتبر زي نصيحة آني، ودوت في سياق الترغيب في الزواج والبعد عن العلاقات المحرمة أو العلاقات المشبوهة. فبيقول له تاني. هنيجي اللي هو آني كان بيقول إذا أردت دوام الصداقة في بيت تدخله سيدا كنت أو أخ أو صديقا فاحذر مقاربة النساء لأن ذلك تصرف شائن. يعني بيقول له يعني أنت لو دخلت بيت وفي زوجة كنت أنت سيد البيت أو أخ أو صديق، ما تعبس ولا تلهو مع النساء أو أصلا ما تتقربش من المكان اللي فيه النساء. كما بيقول له إن المرأة الغريبة، كان في مقولة بتقول إن المرأة الغريبة كالبحر، إن أنت ما تعرفش عنها حاجة. فكان ساعات في مصر القديم بيقول له يعني ما تتخذش زوجة لك من قرية مجاورة، لأن هي المرأة كالبحر فأنت ما تعرفش. وكذلك البنت ما تتجوزيش واحد برضه ما تعرفوش من قرية مجاورة.
فالحكيم قال إيه؟ احذر المرأة الغريبة المجهولة كالأصل، لا تنظر إليها حين تمر بك، ما تبصش عليها، ولا تتصل بها اتصالا جسديا، ما تقربلهاش جسديا، إنها كالبحر العميق لا يعرف إنسان ما يخفيه، زي البحر كل ما هتغوص فيه أكتر كل ما تجد حاجات كتيرة. إن المرأة البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم في الخفاء إني جميل. يعني المرأة اللي زوجها بعيد عنها أو مسافر أو كان بيشتغل في طيبة مثلا وهم كانوا من منفى وكده، فكل يوم هي اللي هي بتغريه بتقول له أنا حلوة أنا جميلة، محاولات إيقاعك في شراكها. إنها ترتكب بذلك إيه؟ جرما تستحق من أجل الموت، يعني هي بتستحق من أجل الرغم حتى الموت زي ما بنقول. في قصص كمان كتيرة، قصة الأخوين برضو بتتكلم إن إيه برضو ما تخشش بيت أخوك ومش عارفة إن ممكن توقعك وكل الحاجات دي برضو. ففي علاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة كانت يعني بيبعدوا أو بينفروه عن العلاقة غير إيه غير الشرعية. هنيجي بقى إيه إن هو الحكماء كانوا بيوصوا أبنائهم إزاي كانت معاملة الزوجة في مصر القديمة. فبيقول لك هنا الحكيم بتاع حطب كان بيقول له إيه: أحبب زوجتك داخل بيتك، أطعمها وأكسها، إن العطور والزيوت علاج لجسدها، أسعد قلبها طوال حياتك، فهي حقل مثمر لصالح. يعني بيقولك إيه، أسعد مراتك وأعمل لها اللي بتحبه، زي إيه أطعمها وكسوتها، دوت حاجات أساسية وواجباتها، والعطور والزيوت عشان تتزين. أسعد قلبها يعني ما تحزنهاش، فهي حقل مثمر، يعني إن هي بعد ما تسعدها وكده وهتعمل لها اللي هي عايزاه أو هتكون سيدة في بيتك هتثمر لك أولادا سعداء برضو، ومعنى ذلك ممكن تجيب لك أولاد كتير، وهي إيه هتكون في خدمتك في البيت مش هتكسر. هنيجي بقى للحكيم آني بيقول ايه: لا تكثر من إصدار الأوامر لزوجتك في منزلها، يعني ما تقعدش تقول هاتي اعملي سوي ده انت ما عملتيش لا. إذا عرفت أنها صالحة، يعني لو هي ست صالحة، لا نقل لها أين كذا احضري لنا، كنت قد وضعته في مكانه، بل راقب أعمالها في صوت. يعني لو كنت حاجة حاطط حاجة في مكانها روح هاتها، مش لازم تقول لها هاتي واعملي وكذا. في بقى ايه، في خطاف كتبه زوج لزوجته بعد وفاته عشان كان بيظهر لها شبحها. الزوج كان بيقول لزوجته ايه: لقد تزوجتك وأنا شاب، وكنت تصاحبيني في تنقلاتي لتأدية أعمالي في مختلف المناصب ولم أتركك، يعني أنت كنت معايا في تنقلات وتدرجات الوظائفية ولم أمس شركاء ما أحزنتكيش، وجعلت قواد الجيش حين كنت أدربهم يأتون إليك ساجدين حاملين إليك الهدايا الجميلة. لما كنت قائد للجيش خليت الجنود يجوا راكعين ليك يقدموا لك الهدايا. لم أخف شيئا عنك طوال حياتي، ولم أوذ شعورك باعتباري سيدك، ولم أخنك بدخول منزل آخر. يعني إيه مش مخبي أي حاجة عندك، كل حاجة أنت عارفاها، وكذلك أنا ما جرحتش شعورك برغم إني سيدك، وما أخنتكيش كمان ولا دخلت بيت غيرك. ولما إنه قلت إلى منصبي الحالي لم تكن لي حرية التنقل كما شاء، صابرت كما لو كنت معك على زينتك وكسوتك. يعني أنا بعدت عنك في السفر عشان المنصب دوت، بس صابرت علشان أبعت لك مقتنياتك اللي هي إيه زينتك وكسوتك وطعامك، بإرسالها إليك دائما، لا أبعثها إلى بيت آخر، يعني مش ببعت لحد تاني مش متجوز عليك. فلما مرضت استدعيت كبير الأطباء فعالجك وفعل كل ما طلبته منه. يعني بعد ما تعبت أنا جبتلك من أكبر الأطباء عشان يعالجوك. ويتساءل في النهاية عن سبب مطاردة شبحها له. إيه يعني انتي بعد ما موت مش سايبان وشبحك برضو مطاردني؟ حقوق الزوج والزوجة، كانت الزوجة المصرية أصلا بمعنى زوجة بمعنى الكلمة، فكانت هي بتطلق عليها ربة البيت أو ربة الأسرة وأما مثالية. وتؤكد المناظر والنصوص التي بنشوفها كتير دي مدى احترام الزوجة لزوجها وإحساسها بأنه سيدها، كما تهيئ الدار لاستقباله بعد يوم مجهد في العمل، وتقدم له عند غروب الشمس تصب له الماء وتطعمه وتطهو له بنفسه، وتشير كل الدلائل
إلى أن الزوجة المصرية القديمة كانت تلتزم بقصر علاقاتها الجنسية على زوجها، يعني ما كانتش متعددة العلاقات. فالزوجة التي تتصل بغير زوجها أو أصلا يشاع عنها ذلك تتعرض للاحتقار الشديد، وكانت الزانية تتعرض لعقوبة شديدة كأن تطلق أو تسقط جميع حقوقها، وربما قتلها زوجها. وهذا ما نعرفه من قصص مختلفة. ليه؟ علشان الزنا جريمة كبرى تستحق عليها صاحبتها الموت زي ما قلنا قبل كده. هنتكلم بعدين على ايه سن الزواج، او يعني الزواج في مصر كان هل ليه سن معين ولا كان وخلاص؟ لا، دوت هنسيبه للمرة الجاية عشان نتكلم براحتنا عن سن الزواج. او خلينا نقول ان هو ايه كده الحلقة دي أو يعني الجزئية دي خلصت، وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم بقى عن سن الزواج وباقي الزواج في مصر. أتمنى إن تكونوا استمتعتوا بالشرح شوية ده. السلام عليكم.